بعد نكسة 67 الشعب المصري كان مقهور، والضباط والجنود في القوات المسلحة كان عندهم استعداد ينفذوا أي عملية، حتى لو عملية انتحارية في سبيل إنهم يرجعوا الأرض. كل رجالة الجيش كانوا صعايدة، بالنسبة لهم الأرض زي العرض، ومش فارق معاهم ولا مهم بالنسبة لهم الثمن اللي هيدفعوه، حتى لو كان الثمن ده هو أرواحهم أو دمائهم. وواحدة من ضمن العمليات دي كانت عملية سانت كاترين، وتعرفت بعد كده بعملية شهداء الكهف. بعد نكسة 67 وقعت كل مناطق سيناء تحت سيطرة العدو، وواحدة من ضمن المناطق دي كانت منطقة جبل سانت كاترين، ودي منطقة لها طبيعة جغرافية صعبة جدا، جبال صخرية على هضاب مرتفعة. عشان كده أول ما وصلوا ليها حطوا عينيهم على دير سانت كاترين، لأن الدير هو تقريبا كان المكان الوحيد اللي صالح للمعيشة ومتوفر فيه كل الظروف اللي تخدم الجنود العدو، مكان في اكل وشرب ومبيت وكل حاجه جاهزه. ده غير ان الدير كان متحوط بسور كبير يقدر جنود العدو يتمركزوا وراه قصاد اي هجوم مضاد. في التوقيت ده المسؤول عن الدير كان اسمه المطران ديميسيوس، قام اتجمع وقتها هو وكل الرهبان ورفض دخول اي من قوات العدو جوه الدير. طبعا القيادات في الجيش الاسرائيلي عشان عارفين اهميه الموقع ده قدموا اغراءات كتير للرهبان، منها فلوس كتير جدا، لكن كل محاولاتهم فشلت. ولما لقيوا ان الطريق بتاع الرهبان مقفول اتجهوا للبدو اللي عايشين في المنطقه، لكن البدو رفضوا رفض شديد، وكمان حاولوا يعتدوا على الجنود الاسرائيليين. اخر لما جنود الكيان زهقوا راحوا على مسافه كام كيلو كده من الدير وعملوا حاجه شبه نقطه تمركز يعسكروا فيها، حاجه كده شبه الكمين. وفضل الوضع على الحال ده لحد سنه 68، ومع الوقت اتحولت نقطه التمركز دي او الكمين ده لقاعده صواريخ دفاع جو. طبعا بسبب ارتفاع جبل سانت كاترين ده كان بيسهل على صواريخ الدفاع الجو ان هي تصطاد الطيارات المصريه. المهم سموا القاعدة دي بقاعدة مردخاي. مردخاي ده كان نبي في التوراة زمان، وكان وزير للشعب اليهودي. مردخاي ده كان من نسل بنيامين اللي كان ابن يعقوب النبي، يعني كان اخو يوسف وقتها. المهم جيش الكيان بعد ما عمل القاعده دي طلعوا في الصحف والاذاعه الاسرائيليه وفضلوا يمجدوا فيها ويستعرضوا قوتهم ويتفاخروا انهم قدروا يبنوا اول قاعده صاروخيه على الاراضي المصريه. نيجي للناحيه الثانيه بقى على الجانب المصري، وبالتحديد غرفه العمليات للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقاده الجيش. كانوا متضايقين جدا والموضوع مسبب لهم احراج شديد، خاصه بعد ما اليهود اعلنوا ان الصواريخ اللي طلعوها فوق جبل سانت كاترين دي صواريخ حديثه جدا ولسه مستلمينها من الولايات المتحده، والمدى بتاعها يقدر يجيب الطيران المصري من بعيد من قبل اصلا ما يقرب على الجبل. المهم القياده العامه المصريه قالت لازم نحط حد للمساله دي وننسف القاعده كلها، بس قبل ما ننسفها لازم نجيب عينه من الصواريخ اللي اتثبتت فوق عشان يتم دراستها وفحصها وعمل محاكاه ليها، وده لسببين. الاول عشان نقدر نصنعها في مصر ونستخدمها في الحرب، والتاني هو الرد على البروباجندا اللي عملها العدو ورفع الروح المعنويه للجنود المصريين. وبالفعل بدات العمليه وتكون فريق من الاستطلاع عشان يجمعوا احداثيات الموقع وعدد الجنود والعساكر اللي بيحميها، وتترسم خريطه للمنطقه والاحداثيات المطلوبه، وتتحدد مناطق الاختراق. رسم خرائط في منطقه زي دي حاجه حساسه جدا، واي غلطه هتحصل فوق الجبل هيخلي الجنود اللي بيقوموا بالعمليه يتوهوا جوه الجبل ومش هيعرفوا يرجعوا. وبالفعل قدر فريق الاستطلاع انه يراقب المكان ويجمع كل المعلومات اللازمه للعمليه. كده مش فاضل غير حاجه واحده بس، المجموعه اللي هتنفذ العمليه. دول بقى لازم يتنقوا على الفرازه. دي جنود هتقوم بالقتال خلف خطوط العدو، وهتمشي مسافه طويله في الصحراء، وهتتسلق جبل ارتفاعه اكتر من 4000 متر، ومفيش اي وسيله مواصلات هيقدروا يتحركوا بيها عشان ما يلفتوش الانتباه. يعني عندهم قوه احتمال عاليه جدا يستحملوا الشمس والجوع والعطش والمشي، وكمان يقدروا وسط كل ده انهم يقوموا بنشاط بدني كبير جدا. وبالفعل بدات عمليه الفرز، ووقع الاختيار على 10 جنود من خيره شباب الصاعقه المصريه، حاجه كده على الفرازه، ويتم اختيار قائد المجموعه دي وهو النقيب مصطفى راضي، ومساعده ملازم اول ميشيل عزيز، ده بقى كان خبير المفرقعات المختص بزراعه الالغام. المهم بعد ما اكتملت اركان الفريق اختاروا لهم شاب وطني من بدو سيناء يرشدهم جوه الجبل، وتحدد ميعاد العمليه يوم 19 ابريل 1969 وتبدا المهمه. يوم العمليه يتحرك الابطال تحت ضلمه السماء في مركب مطاطي للساحل الشرقي في قناه السويس. كان وقتها الساعه 2:30 بالليل، ولما عدوا للناحيه الثانيه كان مستنيهم الشاب البدوي اللي اختاروه عشان يرشدهم للطريق. فضلوا ماشيين مع بعض في قلب الصحراء لمده 3 ساعات، وعند الفجر كده لما الشمس بدات تطلع عسكروا في مكان بالداري، وفضلوا مستنيين لحد تاني يوم بالليل. واليوم ده كان موافق 20 ابريل 1969. اتحركوا مشوا وسط الجبال لحد ما قربوا على قاعده الصواريخ المستهدفه، ولما وصلوا لهناك
عملوا استكشافات كده حوالين المكان عشان يعرفوا تمركز الجنود، وبدات اول خطوه في العمليه وهي زراعه الالغام، عشان بعدها نخش على المرحله الثانيه وهي سحب صاروخ عينه كده من قلب القاعده قبل نسفها عشان يرجعوا بيه للضفه الغربيه ويتم فحصه. وهنا كان دور البطل ميشيل عزيز اللي اتسلل لجوه القاعده وقدر يسرق واحد من رؤوس المتفجره، لكن لما خد الصاروخ وبيحاول يتسلل للخارج حست بيه كلاب الحراسه وقعدوا ينبحوا عليه ويجروا وراه لحد ما الجنود اللي في القاعده خدوا بالهم وفضلوا يجروا وراه بالسلاح ويضربوا عليه نار هم والكلاب. واول ما العساكر المصريين سمعوا صوت ضرب النار على طول فجروا كل الالغام اللي كانت مزروعه، وبدات سلسله كبيره من الانفجارات حوالين القاعده، وجنود اسرائيليين كتير من اللي كانوا مسؤولين عن تامين القاعده انفجروا وماتوا، واللي فضل عايش كان من الصدمه عمال يجري ويضرب نار بشكل عشوائي. وهنا جه الوقت ان الابطال اللي نفذوا العمليه يتراجعوا واحد واحد، لكن عشان ده كان يتم مفروض حد بيأمن ظهرهم وقت الانسحاب، واللي كان مسؤول عن الدور ده هو الرقيب البطل فتحي عمران. المهم اللي فضل عايش من الجنود الاسرائيليين بلغ على طول في اللاسلكي باللي بيحصل عشان يوصل على طول للطيران الاسرائيلي اللي فضل يضرب حوالين القاعده بشكل عشوائي. وهنا اتصاب الرقيب فتحي عمران ووقع على الارض، ولما زمايله شافوه جريوا عليه على طول وسحبوه ودخلوا كلهم جوه مغاره يستخبوا فيها. لكن للاسف البطل احمد عمران اخترقت جسمه 5 اعيره ناريه وفضل ينزف وحس انه خلاص هيموت، عشان كده طلب من زمايله ينيموه في اتجاه القبله عشان اخر جمله تطلع من بقه كانت الشهاده ويموت في الحال. وفضلوا الابطال وجثمان صاحبهم محبوسين جوه المغاره بعد ما فجروا وعملوا العمليه. بعد اليوم الثاني من التفجيرات كانت قوات العدو انتشرت في الجبل كله ووصلت تعزيات كتير من اسرائيل جوه الجبل بهليكوبتر، ده بسبب اقتناع اليهود ان الجنود اللي قاموا بتنفيذ العمليه دي مستحيل يكونوا هربوا واكيد مستخبيين في كهف من الكهوف الموجوده على الجبل، عشان كده شددوا الحراسه على كل شبر فيه. ولان الكهوف بطبيعتها حاجه صخريه الابطال ما كانوش عارفين يدفنوا زميلهم ولا قادرين يطلعوا بره عشان يدفنوه تحت الكثبان الرمليه. وفضلت الايام تمر والوضع زي ما هو، لدرجه ان جثمان زميلهم الشهيد بدات تتحلل قصادهم وهم مش عارفين يعملوا ايه. ده لو واحد بس منهم فكر انه يخرج كلهم هيتكشفوا. ومع مرور الوقت الاكل والشرب بدا يخلص منهم وهم للاسف مش معاهم حتى وسيله اتصال عشان يتحول الكهف اللي كان مخبأ ليهم لسجن محبوسين فيه. ومع مرور الوقت والايام وقع جندي منهم مستشهد بسبب العطش الشديد. يا جماعه الجنود دول اختاروا الموت والاستشهاد على انهم يسلموا نفسهم للعدو ويكونوا رهائن. ابطال الصاعقه المصريه عندهم عزه نفس مش موجوده عند اي حد غيرهم. الوقت عمال يعدي والجنود بيقعوا واحد ورا التاني وزمايلهم مش عارفين يعملوا ايه غير انهم يلقنوهم الشهاده وينيموهم في اتجاه القبله لحد ما عدى اكتر من 15 يوم. 15 يوم يا مؤمن ولا واحد فيهم روحه ضعفت، وهو شايف ومتابع جسامين زمايله بتتحلل قدامه وهو باصص ومتاكد ان هو ده هيكون مصيره، لكنه اختار المصير ده على انه يسلم نفسه للعدو الخسيس. وتعدى ايام وشهور وسنين ومن وقتها محدش سمع عنهم حاجه، والقيادات في مركز العمليات اعتبرتهم مفقودين او شهداء. وفضل الحال على كده لحد سنه 1984 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وفي يوم يتفاجئ اللواء حسين اشرف مدير مباحث جنوب سيناء بمجموعه من بدو سيناء بيخبطوا عليه المكتب وداخلين عنده بيبلغوه انهم لقيوا 10 هياكل عظميه لابسين افرول الجيش المصري وكل واحد فيهم حاضن سلاحه ونايمين في اتجاه القبله. ولما اتجهت قوات الشرطه للمكان واثناء فحصه لقوا جنب الجسامين نوتة ورق مكتوب فيها اسماء الشهداء وكل تفاصيل العمليه، والخط كان متقسم بعدد الايام، يعني من اليوم الاول لليوم ال13 كان مكتوب بخط قائد الفرقه النقيب مصطفى راضي، ومن اليوم ال13 لليوم ال15 كان مكتوب بخط ايد واحد من الجنود اسمه ضياء الدين. ده كمان لقوا جنب الجسامين الصاروخ العينه اللي كانوا مكلفين ان هم يجيبوها. ومن بعدها اتحركت على طول عربيات الاسعاف ونقلت جسامين الابطال لمقابر شهداء الجيش الثالث بمحافظه السويس. اللي اتقال ده كانت المعلومات اللي افرج عنها جهاز العمليات الخاص بالقوات المسلحه، لكن في معلومات تانية كانت سريه، بس الهدف من الافراج عن المعلومات دي هو تسطير قصه الابطال دول ونقلها للاجيال الجايه عشان يعرفوا ويتاكدوا ان الاراضي اللي احنا ماشيين عليها اتدفع ثمنها غالي قوي، وان في عدو خسيس قاعد متربص وعينه على الارض مستنيك بس تقع او حتى تغفل عنها وهو على طول يخش يطردك ويسرقها منك. لكن اجدادنا الابطال اختاروا الشهاده فداء للوطن والارض والعرض على انهم يسلموا نفسهم للعدو. اوعى يجي علينا احنا وقت ونبيع الغالي ده بالرخيص ولا حتى نفرط في حبه رمل من اراضينا. في النهايه خليك فاهم ان انت وابوك وامك وعيلتك واخواتك واصحابك وكلنا ملناش غير البلد دي عايشين فيها معززين مكرمين، ايا كانت الظروف هنفضل ندافع عنها بدمنا وارواحنا. لو انت وصلت لحد هنا اكتب لنا رايك في الكومنتات وقول لنا قصه من قصص ارشيف القوات المسلحه عشان نحكي عنها. ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناه عشان توصلك الخلاصه. سلام.